تعال اقول لك على اعظم طريقه تسويق ممكن تبتدي تستفاد منها في مجال البيزنس بتاعك، وهي بكل بساطه الورد اوف ماوث. الورد اوف ماوث هو احسن واقوى وافضل طريقه تسويق ممكن تعتمد عليها، وهي بكل بساطه فكره الريكومنديشنز او فكره الريفيوهات. يعني بكل بساطه لو انت ابتديت تعرض الخدمه بتاعتك وفي بعض من العملاء استفادوا من الخدمه دي وقد ايه الخدمه دي افادتهم، تقدر تطلب منهم ريكومنديشنز او ريفيوهات ايجابيه علشان يطلع من العميل ده عملاء اكتر واقوى واحسن. ودي اسهل طريقه ممكن تسوق بيها للبروجكت بتاعك، لان احنا عندنا حاجه اسمها ماركتنج سايكولوجي. سيكولوجيه التسويق كده بتقول لك ان لو انت فدت العميل بتاعك او العميل استفاد من الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه، بيطلع يرشحك لثلاثه من صحابه. يعني يبدا يتكلم عليك بطريقه ايجابيه ويبدا يسوق لك البروجكت بتاعك عند ثلاثه من صحابه. طيب لو انت ما فدتش العميل او العميل ما استفادش من الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه، فبيطلع يذم فيك، بس يذم فيك عند كام؟ عند 7 من صحابه. يعني العميل بيأثر في التأثير السلبي أكتر ما بيأثر في التأثير الإيجابي. فنصيحتي ليك، حاول تتعامل مع العميل بتاعك مش إنه عميل، إنه شجرة عملاء، عميل وراه 3 وكل واحد من ال3 وراه 3 وكل واحد، فالشجرة عمالة تكبر. بتكبر إزاي؟ عن طريق عميل واحد هو استفاد من الخدمة أو المنتج بتاعك بشكل كبير، فطلع رشحك لبعض من صحابه وصحابه رشحوك لاصحابهم وهكذا. وده بكل بساطة وهو الورد اوف ماوث.